ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني كتير كتير. هعمل لكم دلوقتي اكله حلوه قوي. ايه ده؟ غير انها موفره كتير لعشاق التوفير والاكل الاقتصادي. نظرا للظروف دلوقتي بقى فئه كبيره جدا من الناس بتدور على الاكل الموفر الاقتصادي اللي مش هيكلفهم كتير. من دلوقتي بقى من ربع كيلو لحمه هنعمل اكله حلوه جدا وهتقطع معاكي كميه هايله. ده غير طبعا قيمتها الغذائيه وكمان طعمها التحفه. وخطواتها سهلة ومكوناتها بسيطة جدا. يلا دلوقتي بقى نشوف المقادير بتاعتنا وهنعملها ازاي مع بعض. هنا مبدئيا يا جماعة معايا ربع كيلو لحمة مفرومة. بصي، ربع كيلو مش هنكتر، وهتقطع معاكي كمية حلوة قوي. هنا بقى معايا كمية خضار، معايا جزر ومعايا فلفل ومعايا بصل ومعايا طماطم، بس الطماطم الحقيقة مش دي هنركنها دلوقتي هنشوف هنعمل لها ايه. وهنا معايا واحد مكعب مرقة هينكهها كده ويخلي طعمها حلو قوي. وهنا معايا 3 معالق من البقسماط، 3 معالق اللي هي معلقه شاي صغيره، وكمان معلقه واحده بس دقيق. خلاص كده بالنسبه للمقادير سهله ما فيهاش اي حاجه خالص. بصوا هي خطوه واحده وهنعمل كل ده، ولا تاخد مننا وقت في المطبخ ولا اي حاجه خالص. هحط اللحمه. طبعا هي اللحمه دي كانت متفرزه، فيها شويه من التلج بس مش مشكله، كله في الكبه هيدوب او هيتضرب. ونحط الخضار كله على بعضه. ما عندكيش كبه تقدري الخضار ده تبشريه، مش لازم طبعا نضربه في الكبه يعني، بس هو في الكبه تاخدي منه نتيجه افضل بكتير. خلاص كده حطينا اللحمه والخضار وكمان المكعب اللي معانا، وكمان هنحط البقسماط الفلفل طار هنحط البقسماط مع معلقه الدقيق. الطماطم طبعا مش هحطها هنا لا خالص، هقول لكم دلوقتي هنعمل بيها ايه. وكمان هنا معايا نص معلقة توم باودر. عايزة تحطيه فريش اوكي، مفيش اي مشكلة خالص. كمان هحط لها رشة من الفلفل الاسمر. بصي تتبليها زي ما انت عايزة، بس هي غالبا التوابل اللي انا بحطها دي احلى حاجة ليها. ما تكتريش كمان فلفل علشان ما يبقاش نفاذ قوي معاكي. عايزة تحطي بهارات لحمة اوكي، بس احنا هنا حاطين المكعب ده هيغنينا عن البهارات. ونحط الملح بتاعنا. اظبطي الملح بس كده مش اكتر من كده. اي بهارات تانية زي ما قلتلك تقدري تضيفيها. بس خلاص الكلام ده كله على الكبة وهنضربه ضرب مبرح. عايزينه يبقى زي العجينة كده يا جماعة، اضربيه جامد قوي قوي عشان المكونات كلها تتجانس في بعض كده وهتديكي طعم روعة روعة. هضربه في الكبة ونرجع نشوف هنكمل الوصفة ازاي. خلاص كده بنانية اللحمة بتاعتنا اهي بعد ما اتفرمت بالشكل ده. بصي بقت زي العجينه زي ما قلت لك. انا عايزاها طبعا نضربيها جامد قوي علشان تبقى معاكي زي العجينه. هنجيب بقى القوالب بتاعتنا او البايركس اللي انت هتعملي فيه، ايا كانت هتعملي في ايه بقى. بس الحقيقه انا هعملها هنا في القالب ده علشان عايزه اقلبها كده هتبقى معانا قالب شكله حلو قوي. انا حطيت له طبعا مسحه من الزيت علشان بس ما يلزقش معانا كده، لما نيجي نقلبه يتقلب معانا بمنتهى السهوله ويبقى سلس ما يغلبناش. هقول لكم بقى نعمل ايه بالطماطم. بصوا يا جماعه انا عايزه الطماطم هنا، وكمان بصوا هنا مقطعاها سميكه شويه مش عايزاها رفيعه خالص. احطها هنا في الارض بتاعه القالب اللي معايا بالشكل ده كده. احط هنا كمان.
قطعيها سميكة علشان ما تتحرقش معاكي في الفرن. ايوه كده بالظبط. نشيل ده بقى. ونبدأ يا جماعة ناخد اللحمة اللي معانا. بسم الله الرحمن الرحيم. واحاول بقى ايه اوزعها هنا في القوالب اللي معايا دي. بسم الله الرحمن الرحيم. شفتوا فكرة عرق اللحمة الكداب؟ هتديكي نفس النتيجة ونفس الطعم، بس طبعا هنا احنا هنعملها في القوالب دي. ايوه نحط ونساوي كده. الشكل هتلزق معاكي، ممكن نحط لها معلقة من الزيت الاسباتيولا او كمان ممكن مية. ايوه بصي بتفرد بمنتهى السهولة اهي. هنوزع الخليط اللي معانا بالتساوي. خلاص يا بنات، علشان بس ما اطولش عليكم هسوي شكلها ان شاء الله قبل ما ادخلها الفرن نشوفها مع بعض. ده شكلهم بعد طبعا ما سويتهم. عايزه اقول لكم ان انا بدات اسويها كمان بايدي، حطيت مسحه من الزيت كده في ايديا، وكمان بصي سويت شكلها. اظبطي شكلها علشان تبقى مهندمه معاكي كده وشكلها مظبوط، شكلها جميل قوي. هندخلها الفرن في الرف اللي في النص. اول ما هتبدا تحمر معانا هنخرجها، وكمان هنسيبها تبرد علشان نقدر نقلبها. هدخلها الفرن دلوقتي يا جماعه زي ما قلت لكم، وان شاء الله بعد ما تستوي نرجع نشوف شكلها مع بعض. خلاص كده يا جماعه اللحمه بتاعتنا اهي بعد ما خرجت من الفرن. بصي شكلها روعه وريحتها قلبة الدنيا. تنفع معاكي جدا في العزايم، هتبقى شكلها حلو قوي. وزي ما قلت لك بقى موفره، وهتقطع معاكي كميه هايله. انا عملت لها مكرونه بالخضار. لو انت عايزه تعملي لها رز هتبقى حلوه برضو جدا، بس الحقيقه انا عملت لها مكرونه بالخضار هتبقى لايقه جدا معاها. بصي شكلها وخرجت معانا من القالب بمنتهى السهولة، ولا اتكسرت ولا اي حاجة. جربيها ان شاء الله باذن الله هتعجبك. بس كده، وده كان فيديو النهارده. باي باي حبايبي.